سوالف. عندنا دخلة الفروع وشلون ندخل بالفرع وشلون نطلع من الفرع وشلون نتعامل وياه. أنا عندي مثلا هذا فرع أريد أدخل بيه، فأول شغلة عندي قواعد ألتزم بيها. أول شغلة هي الإشارة. الإشارة شو كنت أنطيها قبل 3 بيوت من هاي البيوت، كل بيت مساحته 100. الواجهة مالته خلنا نعتبرها 5، نعتبرها شقد 5 أمتار. إذا قبل 15 متر أني أعطي إشارتي، مو 15 متر عبالك يعني بعيدة، لا مو بعيدة، وإنما هي هذا المسافة حتى أبتعد من هذا الفرع. مجرد أنه طلعت من هذا الفرع أنا أنطيت شنو الإشارة مالتي، تمام؟ حتى شنو أنبه الإشارة. شو تنبه السيارات اللي جاية مقابلك وتنبه السيارات اللي ورايا، تمام؟ إنه أنا ترى راح آخذ يا أما يمين يا أما يسار. طيب إذا أنا أول شغلة أنطيتها شنو؟ أنطيت الإشارة مالتي ببعد مسافة، مو أوصل بالفرع يلا أنطي الإشارة، مو أنطيت إشارة، لا، أنت الإشارة المفروض تعطيها التنبيه يكون من مسافة بعيدة، ما يصير أنت توصل للفرع يلا تعطي الإشارة، تمام؟ إذا عندي أول شيء الإشارة. بعد شنو عندي إنه من أريد أدخل للفرع، انتبه، أول شيء أباوع بالمراية. إذا أنا مثل هذا الشارع بدي أدخل بالفرع، تمام؟ ليش؟ لأن هذا الشارع ممكن أنه أكو سيارات مثلا دا يشوفش يمشين على كيفش يريد يجي بسرعته، زين. أما إذا كنت بالفرع من هذني لا، هذني ما يقدر يجتازني يعني، لأن هي النظام مال الفروع يختلف عن هذا الشارع. هذا يعتبر شارع حيوي بالنسبة إنه لهاي المنطقة، إنه كل الفروع اللي بهاي المنطقة وين تجي تطلع أحسنتي، هذا الشارع مالت المنطقة الرئيسية على قولتك. طيب شنو عندي بعد؟ إذا باوعت بالمراية أشوف ماكو سيارات أقدر أستجير. هاي وحدة. ثاني شنو؟ من أريد أفوت بالفرع أنا عندي زوايا يسموها زوايا غير مرئية، اللي هي مثلا هاي الزاوية مالت مثل هذا تشوفينه، هذا سياج مثلا، تمام؟ أنا من أريد أطلع إذا أكو مثل هذا السياج إيش راح يكون؟ إذا على اليمنى أو كان على اليسرى، إذا أنا ما راح أقدر أشوف بالضبط الشارع اللي أنا راح أطلع له السيارات موجودة بيه لو ما موجودة. إذا أنا إيش راح أسوي؟ أدخل بالفرع. عندي دخلة الفرع تختلف عن قوانين طالعة من الفرع، تمام؟ من أريد أدخل أنا سايدي شنو بالفروع؟ دائما يمين، سايدي دائما، هذا قانون إنه سايدي بالفروع هو اليمين، تمام؟ طيب أنا من أريد أدخل على اليسار، أول شيء من فرضنا ندخل على اليسار، وين أريد أخذ من أدخل بالفرع باليسار؟ أخذ رأسا أخليها تأخذ وين الجانب اليمين، تمام؟ طيب ردت أدخل في حالة عندي مجموعة من الضوابط. في حالة هذا الفرع وأنا أريد أدخل وين سايدي اليمين، أقدر تطلع هاي المراية، تطلع الزاوية مالت الفرع، تمام؟ تطلع أستدير. من أستدير ما فر الستيرن هواية، فر ونص خلونا نقول. ليش؟ أني من أدخل للفرع دخلت للفرع أشوف الضوابط مالت الفرع. هالمرة أنا كنت ما أشوف، تمام؟ كانت عندي زاوية غير مرئية، طلعت شوية اللي قدام على مود شنو؟ حط المراية مالتي ويا الزاوية حتى تطلع سيارتي من الفرع، مو رأسا أستدير، لأن إذا رأسا استداريت أنا جتها من اليمين راح تاخذ تشمر وين؟ على اليسار. فلا، أنا أطلع سيارتي شوية اللي قدام وأريد ألوف. أنا شلون راح أتعامل بالدخلة مالتي مال الفرع؟ راح أتعامل أنا سايدي الأيمن يمين بيسار. طيب إذا ردت أخذ على اليمنى يمين بيمين. ليش؟ لأن ما قلت أنا يسار بيسار، هذا غلط. أنت سايدك اليمين تدخلين بالفرع من اليمين لليسار. اليسار شنو؟ تدخلين السايد الأيسر، يعني اللي خلينا نقول الفرع على سايدك الأيسر، لكن من تدخلتي بالفرع أيضا يمين يسار يمين، يعني أنت جيتي من اليمين دخلتي بالفرع اللي هو على اليسار ورجعتي أخذتي على اليمين. ليش؟ لأن سايدك هو الأيمن. طيب حسن تقولي لي لو فرضنا جدة أدخل بالفرع وتفاجأ أكو سيارة واقفة براس الفرع على اليمين، أنا شو راح أتعامل وياه؟ أدخل يسار، تدخلين وسط.
يعني ما انطي سيارتي هوايه لليسار. ليش؟ لان هاي لو تلاحظين اكثر هاي الفروع بيكون الشارع مالتها يكفي 3 سيارات. فمن راح ندخل ان شاء الله باكر، من راح نجي راح تشوفين الفرع بي منا سياره واقفه ومنا سياره واقفه، ويا دوبك سياره دا تفوت بالنص. عرفتي؟ فاذا انا شنو؟ اذا انا فرضنا اذا اكو سياره على الاتجاه الايمن، اذا اخذ على الاتجاه الوسط. تمام؟ إذا أنا عندي ضابطة إنه من أدخل بالفروع سواء يمين أو يسار، يمين أو يسار، يمين يمين. هذا الفرع أقصد به. لو فرضنا أكو سيارات فراح تدخلين يمين، العفو، يمين وسط يمين، يعني بكل الأحوال يمين وسط يسار، يمين وسط يمين. زين، لو فرضنا أنا أريد أدخل بالفرع بس أنا السايد مالتي اللي هو اليمين واقفة سيارة بنهايته، وأريد أدخل أنا بالفرع، إيش راح يصير عندي؟ إيش راح يصير عندك؟ وسط يسار، وسط يمين. وسط يسار شنو؟ وسط يمين شنو؟ يعني أنا وسطت السيارة مالتي بالوسط ودخلت بالفرع اللي هو على السايدي الأيسر، أو دخلت بالفرع اللي هو على السايد الأيمن. فإذا صار عندي وسط يسار، وسط يمين. تمام؟ هنا أنا عندي هاي الضوابط بدخلة الفرع مالتي. إذا في حالة أنه أكو سيارة واقفة على اليسار، هنا إيش راح أسوي؟ المراية مالتي مو توصل للزاوية، راح توصل وين؟ نص السيارة اللي واقفة. يلا أقدر أني أكسر. ليش؟ حتى فرق المسافة، حتى لا أتقرب من السيارة الواقفة. في حالة أنه أنا أريد أخذ على اليمين، أنا جانبي هو اليمين، صح؟ تمام. طيب، من أريد أستدير؟ إذا أنا سيارتي كلش مقربتها على الرصيف، ما يصير أستدير يمين بيمين رأسا ويا الزاوية أو قبلها. لا، هنا غلط. ليش؟ لأنه هنا التيارات الخلفية إيش راح تصير؟ تطخ بالرصيف أو جزء احتمال تصعد بالرصيف. إذا أنا إيش راح أسوي؟ راح من أنا كلش قريبة من يم الرصيف راح أطلع شوية اللي قدام وبعدين أستدير، بس ما أطلع هواي بحيث أشمرها على الجانب الأيسر. لا، أيضا قياس شنو؟ المراية. تطلع الزاوية كليتها مالت الفرع اللي هي مثل هاي، وبعدين ديك الساعة أستدير. ليش؟ لأنه حتى أبتعد أطلع يعني زايد لقدام. زين، في حالة أنه أنا أريد أستدير على اليمين وأنا ماخذ الجانب اليمين، لكن شفت الفرع اللي أريد أدخل على اليمين أكو سيارة واقفة يمين بالزاوية. زين، بداية الفرع إيش راح أسوي؟ هنا راح أطلع أخلي المراية مالتي نفس العملية. من أدخل على اليسار أخلي المراية مالتي تقريبا طلعت عن السيارة اللي واقفة نصها، بعدين يلا أجي أرجع أستدير على مود شنو؟ حتى فرق المسافة، لأن أنا سيارتي هيجي. فمن تريد تستدير ما تستدير هيك رأسا، وإنما إيش راح تسوي؟ راح تاخذ مساحة وتستدير. إذا هاي المساحة اللي حتى تستدير أنا سويت ابتعدت عن السيارة الواقفة. هاي طبعا الشرح حيصير بعد أكثر من راح نشرح مرة ثانية ويا العملي، فراح تشوفين شلون أنا راح أتعامل وياها. تمام؟ طيب، هاي طبينا بالفرع. هسه نريد نطلع من الفرع. شنو هي الضوابط؟